السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هعمل صينيه البطاطس الجراتان في الفرن. سهله، يلا نشوف الطريقه. البطاطس الجراتان هنعملها النهارده، هي هتبقى على 3 مراحل. اول مرحله معانا هتبقى اللي هي طبقه البطاطس. معايا بطاطس حوالي 3 بطاطسات، حجم متوسط. مقطعاهم يعني ما يكونش تخينه قوي عشان تستوي. معايا نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، انا معايا فلفل ابيض. نص معلقة صغيرة زعتر، وحوالي 3 معالق او 4 معالق زيت. بعدين بقى ايه، اظبطهم في ارضية الصينية. الفرن سخن على درجة حرارة 200. هدخلها الفرن لمدة حوالي 20 دقيقة. لو تحبي ممكن تسلقيها نص سلقة بدل ما تعمليها في الفرن، بس طبعا هي كده افضل عشان فايدتها تبقى موجودة فيها. تسلقيها نص سلقة في مية وملح، وبعدين تحطيها وترشي عليها الملح والبهارات اللي انا حطيتها، وما تدخلهاش الفرن بقى. هتكملي وتحطي عليها الفراخ اللي انا هعملها دلوقتي. الصينية دي مقاس 28 في 20، دي أصغر مقاس. بالنسبة لتاني طبقة هتبقى عبارة عن فراخ. هضيف زيت في طاسة. معايا بصلاية يعني حجم متوسط مقطعاها مكعبات. معايا 2 صدر فرخة مقطعاهم مكعبات. معايا فلفل ألوان. معايا مكعب مرق مفروم، ممكن ما تستخدموش وتحطي ملح. انا لو احتجت ملح هزود ملح على المكعب المرق. معايا كمان فلفل اسود حوالي نص معلقة. معايا بهارات لحمة بجيبها من عند العطار، وحوالي نص معلقة صغيرة مليانة، ونص معلقة صغيرة مليانة بابريكا او اي توابل انتي تحبيها هضيفها. انا مش عايزة اسوي الفراخ سوا كامل عشان هي لسه هتدخل الفرن. ومعايا حوالي 3 فصوص توم كبار مفرومين معاهم كله على بعض. عايزاها بس تشم النار وتتشمع من بره، يعني تاخد بس لون ابيض من بره، عشان خاطر لما تدخل الفرن هتقعد كمان حوالي نص ساعة او اكتر، ما تبقاش ناشفة، تكمل سواها في الفرن. تمام، عشان ما تيجي تاكليها تلاقيها لسه جواها ايه، نسبة كده من المية، تحسيها طرية ما تبقاش ناشفة وبتشم. هضيف لها صلصة حوالي معلقة او معلقتين. انا الصلصة دي عاملاها في البيت، بخزنها من غير ما احطها في التلاجة لمدة سنة. هنزل طريقتها تحت الفيديو في صندوق الوصف، او استخدمي الصلصة اللي هي العلب عادي. حطي معلقة كبيرة. ريحتها حلوة قوي. بس خلاص كده كفايه عليا كده، استوت نص سوا، هقفل عليها. بالنسبه لتالت طبقه هيبقى معايا صوص البشاميل. اول حاجه معايا معلقتين كبار سمنه او زبده، ممكن زيت، بس طبعا مش هيبقى معلقتين زيت، هيبقى بوزن المعلقه الكبيره مليانه. بس الزيت بيبقى طعمه مش قد كده بصراحه في البشاميل. صوص البشاميل
في ناس كتير بتسأل دايما عنه. انا بحب صوص البشاميل. يعني صوص البشاميل بيختلف حسب الاكله اللي انت بتعمليها. يعني الطبق الصينيه اللي احنا بنعملها النهارده هنعمل فيها صوص بشاميل خفيف. انا سبق قبل كده عملت صينيه كوسه بالبشاميل، وعملت النجريسكو. وعملت ايه تاني؟ ودي تاني حاجة اهو، مش عارفة فاكرة، تقريبا عملت حاجة ما عملتش لسه صينية بشاميل، يعني مكرونة باللحمة المفرومة ان شاء الله هعملها. كل حاجة وليها البشاميل بتاعها، تقيل او خفيف. ان شاء الله هنزل اي طريقة للبشاميل عملتها قبل كده تحت الفيديو في صندوق الوصف. هضيف عليهم معلقتين كبار دقيق. انا في الغالب اصلا ما بحطش الدقيق قد الزبدة. يعني ممكن مثلا لو بعمل بشاميل مثلا ممكن احط مثلا 7 مثلا معالق دقيق، وعليهم مثلا 4 معالق او 5 معالق سمنة مثلا، اقلل مثلا معلقتين عشان بتبقى دسمة قوي. تمام. معايا مكعب مرق، ممكن تضيفي ملح وفلفل اسود او فلفل ابيض وبهارات لحمة. الحاجات دي بتطعم البشاميل، بتديله طعم حلو. مش هحط المكعب كله، هحط بس نصه. شوف كده طعم. لو احتجت بقية المكعب هزود. بالنسبة بقى للاضافات التانية، انا بعمل ايه؟ ما بحطش حليب بس، لا انا بحط حليب وشوربة وبيضة. ده اللي بيخلي البشاميل طعمه تحفة. الشوربه بتفرق جدا. الشوربه انا ما بحطش دايما، ما بقولش مثلا احط قد كده شوربه. لازم الشوربه كمان، معلش عايزه حاجه اقولها، الشوربه لازم تكون سخنه جدا والحليب يكون سخن جدا. انا بحط يعني ممكن احط كوبايه شوربه واكمل باقي حليب، احط كوبايه حليب وباقي شوربه. هضيف كوبايه شوربه، بفضل اضيف لحد ما الاقي الصوص ظبط معايا. ما بقولش مثلا ده بتاخد كذا كوبايه بتاع، لا، بس انا هقول لكم اخدت كام كوبايه. معايا كمان ربع كوبايه شوربه اهي، هكمل عليها حليب. ممكن يكون عندي شوربه كتير فاحط شوربه اكتر، ممكن يكون عندي حليب كتير احط حليب اكتر، زي ما بتيجي معايا. بحط حبه من هنا على حبه من هنا بيبقى تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان معايا بيضايه، دي بتفرق جدا. البيضايه ممكن اسيب منها حبه على جنب، يعني ما انزلهاش كلها عشان احطهم على الوش، اسيحهم على الوش. لو انت ما عندكيش جبنه موتزاريلا تحطيها على الوش، انا دايما بعمل كده. بس بكون حاطه لها بقى ايه شويه فلفل اسود وبهارات عشان ايه ما تتحط على الوش يبقى ريحتها كويس. هضيف الكوبايه الثالثه، يبقى كده حطينا قولي مثلا كوبايه شوربه على كوبايتين حليب، او كوبايه وربع شوربه والباقي حليب. البضايه بقى اهي، وانتي شغاله وايدك شغاله تنزلي، ما تقفيش وبعدين تحطي البيض، والا هتلاقي البيض استوى. لو وقفتي وحطيتي البيض من غير تقليب هتلاقي البيض استوى على الوش. لو انتي بتقلبي عشان يندمج اهو. ممكن تسيبي الحبه دول بقى للوش، تقومي مقلباهم على الوش. هسيبهم برضو. انا اصلا لما بعمل بشاميل اكتر من كده بحط بيضتين 2، بحط 3/4 البيضتين بحطهم، وبسيب شويه من البيض عشان اعمل بيه الوش. بس خلاص انا عاملاه خفيف اهو زي ما احنا شايفين، انا عايزاه خفيف كده. البشاميل تلاقيه بكبك كده، خلاص تقفلي عليه. هاجي بقى للبطاطس بعد ما طلعتها من الفرن، هضيف عليها اللحمه سوري الفراخ. عشان ما بجمعش مش عارفه، حد كاتب لي تعليق على القناه يقول لي انت بتفكريني بعلي ربيع لما بينسى الكلام. انا بحب علي ربيع اصلا جدا. وافرد الفراخ في الصينيه، اوزعها. هنزل صوص البشاميل. الفرن سخن على درجة حرارة 200 او 180.
اسوي الوش كده. بس عايزه اقول حاجه، لو عندك لبن رايب اللي هو اللبن الخاسر زي ما بيتقال في الدول العربيه، يعني كان عندك حليب وشويه لقيتيه اتغير بس يكون طعمه حلو، اتغير كده وبقى عامل مثلا زي الزبادي كده او قبل الزبادي بشويه، تقدري تعملي بيه صوص بشاميل. يعني تضيفي الشوربه زي ما ضفنا، بس ما بتطلعيها بره التلاجة، تطلعي اللبن الرايب بره التلاجة لحد ما يبقى بدرجه حراره المطبخ. بتسخني بس الشوربه وما بتسخنيش اللبن الرايب، عشان لو سخنتيه هيبقى عامل زي الجبنه، هيبوظ منك. تسخني الشوربه وتضيفي الشوربه وتشتغلي، او تضيفي هو الاول، ضيفي اللبن الرايب على الدقيق وقلبي، وبعدين ضيفي الشوربه. بيطلع احلى بشاميل، احلى من الحليب العادي، لان اللبن الرايب بيبقى فيه نسبه بكتيريا اللي هي فيها نسبه شويه اللي هي التخمير. ما بتدخلي الصينيه الفرن وتيجي تخرجيها بلاقي صينيه البشاميل اللي بتطلع معايا قبه وعاليه اكنها كيكه. والله. بس بعد ما عملت كده اعمل ايه؟ هعمل حاجه حالا، طبعا هسمع تعليقات لطيفه جدا عليها. البيض، انا زودت شويه بيض وحطيت فلفل اسود وبهارات. معلش انا الخطوه دي ما بعرفش اعملها غير بايدي، وانا ايدي نظيفه الحمد لله. لازم بايدي، لو عملتها بالسباتيول ما بتظبطش. لازم كده. الاسباتيول بقى ايه؟ بيدخل البيض، بيدخله على البشاميل. انا عايزاه على الوش بس اهو. معلش ممكن اعملها واقول من غير ما اصورها، بس ايه، عشان في ناس تقول لي يا وبايدك ومفيش معلقه حاجات كده اهي. طبقه البيض دي هي اللي بتديها الوش الجراتان اللي هو البني الجميل ده، بتبقى تحفه. بس نعملها كده عشان يعني عندي جبنه موتزاريلا نسيت اخرجها من الفريزر. يلا نصيبي بقى ان انا ايه اعملها بالبيض. الفرن سخن على 200 زي ما قلت. هتدخل لمده حوالي نص ساعه، وما ترتبطيش بوقت. لما تبصي عليها تلاقيه وشها احمر، خلاص طلعيها. معلش اي حاجه وانتي بتعملي صينيه بالذات البايركس، اي حاجه تلاقيها على الجوانب كده تنضفيها، عشان لما تدخل الفرن الحاجات دي بتحروق وبتبقى شكلها وحش لما بتخرجش. بتمنى الوصفه تكون عجبتكم النهارده. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.